لما تتعرض قدامك منتجات زي المعروضه قدامي، منطقي جدا ان انت غصب عنك لما تلاقي شكلها جميل هتروح ماسك الحاجه اللي قدامك كده. انا مسكت هون، لقيت قدامي هون وقعدت بقى ادق بيه واقول اسمع كلام مامتك وحاجات شبه كده. فالنهارده احنا هنتكلم عن كل الحاجات اللي لها علاقه بمستلزمات المناسبات، الافراح والسبوع واعياد الميلاد. الجميل في الحاجات اللي مقدمها لنا ضحى النهارده انها الوانها جميله، الوانها تحس بيها تلفت انتباهك وتشد عينيك. ضحى حسين، اهلا بيكي معانا، منورانا على الهواء. اهلا بيكي. اولا قبل ما اكلمك على فكره المنتجات اللي انت بتقدميها، خليني اسالك على الالوان، لان الالوان هي اكتر حاجه لفتت انتباهي. انت بتعملي الوان لها بهجه، لها كده ضي جميل يعني. اللون الاوف وايت، انا مش عارفه لون الاوف وايت معظمها الوان اوف عشان وايت، وهنا في فوشيا وبامبا عشان البنات، حاجات بتاعت انا البنات. حاسه من الالوان دي ان الدنيا ربيع بصراحه. الربيع قرب خلاص. انت محسساني ان الدنيا ربيع بالالوان دي. انت بتحبي الالوان الفاتحه ولا المناسبات هي اللي بتحب الالوان الفاتحه؟ لا، انا بحب الفاتح، والمناسبات كمان بتفرض عليكي الوان معينه، يعني مش معقوله في فرح هنيجي نقفل الدنيا. مش هعمل اسود مثلا او حاجات اسود او احمر، او في خطوبه بقى، يعني لو نتكلم على زفاف او كده لا اكترها ابيض اوف وايت كريمي، الالوان الفاتحه دي. الالوان الفاتحه تمام. تبقى احلى طبعا. مش عارفه ليه احنا يا جماعه فعلا قبل في الجواز نلبس ابيض، وبعد كده بقى تلاقي كل اللبس اسود وبني وكحلي وحاجات شبه كده. ما علينا، والله مش دايما. خلينا في الاعمال الجميله اللي موجوده قدامنا. احكي لي ضحى، لما قررتي ان انت هتبداي حاجه زي كده بداتي ازاي علشان نوصل للمستوى ده؟ بداتي ازاي وعملتي ايه؟ انا بدات تقريبا من 5 سنين. يعني هو يعني كشغل رسمي وصفحه، وان انا اعمل شغل ليا من 4 سنين ونص 5 سنين. حلو قوي. لكن انا بادئه من زمان قوي، يعني انا عندي الهوايه دي من زمان جدا، لان انا اصلا كليه عمليه. كنت بشتغل من وانا صغيره، حتى الاقي اي ازازه في البيت حاجه اروح جايباها اشتغل فيها. الاقي اي حاجه لازم اخدها اقعد العب فيها اطلع منها حاجه. دي البدايات، الهوايات دي البدايات من زمان جدا، من قبل الجامعه. حلو قوي. بالظبط. تمام. بدات بقى الموضوع من صحابي بقى، بقيت اجرب في صحابي، ابتدت الحاجه تعجب الناس. جات لي بقى الفكره ان انا قلت ليه ما ابداش اعمل شغل، ما دام ليا شغل حلو. بالظبط. برافو عليك. طيب بقى اطور نفسي، ادخل على مواقع اشوف موديلات ديزاينات، اخد حته من هنا على حته من هنا. دي البدايه. لغايه بقى ما الواحد ابتدى يعمل لنفسه بقى تصميمات خاصه ليه. ممتاز. بداتي من امتى فكره التصميمات؟ لان فكره التصميمات دي بتكون ان انت تشبعتي من بافكار، وبالتالي بداتي بقى تطلعي اللي جواكي. يعني من حوالي 3 سنين كتصميمات بقى خاصه. وان انا لان انا كل ما انزل اجيب خامات او حاجات لشغلي، اشوف مثلا حاجه جديده نزلت، اقول طب ليه دي ما ادخلهاش مع ده؟ الله. فاهمه؟ ده ينفع شغلي، حاجات ده ينفع ده ممكن ادخله مع دي، اللون ده ممكن يمشي مع ده، القطعه الالماس دي مع الكريستال ده، فاهمه؟ لكن في الاول الواحد ساعات كان بياخد طبعا افكار من هنا ومن هنا، انت بتبتدي فعايزه طبيعي، لكن بعد كده لا. نظريه الاقتباس دي نظريه سليمه جدا، وانتوا بتتعلموا اي حاجه يا جماعه لازم تقتبس من ناس ثانيه لغايه ما توصل لان انت يبقى عندك افكارك الخاصه بيك. بالظبط. كلميني بقى شويه على الحاجات اللي احنا مقدمينها. انت دي اللي عجبتك قوي؟ اول ما دخلت لقيت حاجه كده بتبرق، برغم ان انا ما بحبش انا ما بحبش الحاجات اللي بتبرق، بس انا افتكرت فعلا جواها الشبكه. بس ناس كتير على فكره ما كانتش بتحب الالماس كتير، بس الحمد لله انا قدرت اغير شويه النظريه دي. بالظبط. حببت ناس كتير في الالماس يعني. بصوا قد ايه جميله. انا افتكرت جواها الشبكه من كتر ما هي من جوه في حاجات بتبرق جوه، انا قلت جواها شبكه يعني مش بجد بس يعني هي حاطه حاجه حتى ديكوريشن يعني. هي ده كل ده كريستال. ممكن ابقى استاذنك لو سمحتي؟ تسلم ايدك. عشان افرجهم عليها بشكل يكون لطيف. اتفرجوا بقى على الشغل. احكي لي بقى وانا بفرجهم عليها، انا شايف فيها شغل كتير بس ستيل جميله وحلوه. هي بتبقى علب عاديه خالص. ببدا بقى اشتغلها كلها بالدانتيل او الجبير، وجواها بقى شغل كريستال والماظ عشان يظهر الشبكه شويه. يعني انت والعروسه بتجيبي طبعا علبه بتحتفظ بيها بعد كده يعني. الالماس ده انا بجيب طبعا خامات عاليه جدا عشان تعيش بقى، يعني مش اللي هو شهرين والتالت واللون بتاعه بيطفي، لا هي دوبك بس بتلمع الالماس وبتحتفظ بيها على طول. دي بقى فيها اكسسوارات، الذهب بتاعها يعني بتبقى تسريحه شكلها حلو قوي. تمام. علبه عاديه جدا. علبه عاديه جدا. بتحطي عليها سفنج ولا على طول الدانتيل عليها، ولا حسب هي نوعها عامل ازاي؟ على حسب. ممكن لو عروسه عايزه نغير اللون، لا بنحط الاول طبعا اللون اللي هي عايزاه، لان في ناس بتطلب على لون الفستان لو خطوبه. تمام. وبص، برغم ان فيها انا عاده ما بحبش الحاجات اللي فيها ماتيريال كتير، بس دي برغم ان هي فيها حاجات كتير، دانتيل والماظ وريش ولولي، بس التكوين اللي انت عاملاه تكوين متميز حقيقي. تسلم ايديكي بجد. اوكي نكمل. دي بقى الصينيه. خلي ده دلوقتي، دي الصينيه بتاعتها. انا هبدا احب الالماظ يا جماعه شكلي كده. ده بيبقى طقم اصلا على بعضه. دي الصينيه بتاعتها.
يعني هي بتبقى العلبه بتتقدم مع الصينيه كده. تمام. تمام. والصينيه برضو بنستخدمها في كذا حاجه بقى، بنحط عليها الكاسات، بنحط عليها الشوكولاته بعد كده لو في كاتب الكتاب، للضيوف لما بقى، يعني هي ليها بعد كده بقول لك كذا استخدام في البيت. يعني العروسه بعد كده لو ضيوف جولها ممكن تحط عليها الشوكولاته اللي بتقدمها للضيوف، بيبقى شكلها شيك جدا طبعا. تبقى لطيفه جدا. الكاميرا كده جايباها كويس. هي انت كمان عاملاها بنفس الطريقه، بنفس الشغل، بيبقى بصي بيبقى اللي طقم عليه بيبقى طقم، يعني لازم الشغل اللي على الصينيه بيبقى على علبه. تمام. واختيار الدانتيل ده بيكون اختيارك ولا حسب ما تتفقي بقى مع لا، بيبقى اختيار انا في الاساس، لان انا بنزل بصراحه بشوف اقمشه كتير فيها اقمشه ما بحبش شكلها على الحاجه، بيبقى شكلها مش فخم. انا بحب الحاجه الفخمه قوي، يعني الحاجه الراقيه بتبقى احلى، بتدي شكل أكيد حلو طبعا اكيد. لان والاقمشه دي كلها في قماش بيبقى ما بيديش الشكل ده. فاهمه التطريزه النقشه اللي عليه حسب النقشه والشغل اللي عليه. وبرده ساعات العروسه تدخل البيج تتفرج مثلا على الصور تقول لي لا انا عايزه الشكل القماشه دي. اوقات بقى ساعات بيبقى فيها حاجات مش موجوده، يعني في حاجه بتبقى خلصانه ساعات، ما حسب السوق الحاجات اللي موجوده. بالظبط كده. تمام. انا هقف شويه عند الصينيه، لان انا بسال بقى الحاجات دي بتشتغليها ازاي وبتفردي ازاي، بتلزقي ازاي؟ هي الصينيه دي بتبقى طبعا صينيه ستانلس معدن عاديه جدا. تمام. ببدا بقى ان انا اقيس الابعاد بتاعتها واحط الستان، ببطنها من تحت ومن فوق. بتحط عليها طبقه، ساعات بتحط عليها سفنج لو مش هنحط كاسات. لو هنحط كاسات طبعا ما بنحطش سفنج، اكيد مش هينفع عشان تمام. الكاسات تقف عليها. تمام. بس وبيبقى الشغل بقى كله ستراس كده. ساعات بحط لولي. تمام. ساعات ما بحطش. بتخيطي الحاجات عليها ازاي او بتلزقيها عليها ازاي؟ لا، دي هي ده بس اللي خياطه، الكرانيش دي بس اللي بتبقى خياطه. الباقي كله بيبقى لزق. لزق على الصينيه، بس لزق في لزق معين بحطه بحيث انه ما بيتشالش تاني يعني. وممكن تتغسل عادي، تتنقع في ميه لو هي بقى عايزه تستعملها تاني. تنقعها شويه وتلمع الالماس بس كده. بس كده. تمام. اوكي. دي بقى الكاسات بتاعه الطقم برضه. اللزق اللي بتقولي عليه ده علشان الناس تبقى متابعه معانا، لو اسمه ماركه ما نقولهوش. لا هو بصراحه مش فاكره الاسم، بس هو بيبقى لازق مخصوص للأقمشة يعني. لزق مخصوص للأقمشة. تمام. ده دي برضه لزق مخصوص، يعني هي داخل فيها شمع وداخل فيها لزق تاني بيبقى مخصوص جاي للأقمشة. اوكي. انت قلتي نقطه مهمه جدا، يمكن علشان كده انا ملاحظه ان انا مش شايفه رايش فيه اللزق، لونه لون القماش، فمش حاسه ان هو شفاف خالص. فمش حاسه ان هو فيه رايش، يمكن ده اللي عاجبني كمان في الشغل بتاعها. اوكي، ندخل على الكوبايات. دي الكاسات بتاعت نفس الطقم برضه. دي صينيه ثانيه برضه نفس الفكره، دي عليها نفس الشغل بتاع العلبه وبتاع الصينيه. انت مش عامله كاس عروسه وكاس عريس، انت عاملاهم الاثنين نفس بصراحه ودي فكره الطف. انا حابه كده اكتر برضو فعلا. انا حاسه الشكل الثاني قدم شويه، يعني موجود بس ما بقاش موضه زي الاول. انا ما كنتش حابه فكره ان في اسود في الكاس بتاع العريس، يعني اللون الابيض لون مبهج، الماظ لطيف جدا، دانتيل حاجه شياكه. ده جبير اللي عليه ده، اللي على الكاس ده جبير. ده انت كمان مقطعاه، يعني هو مش حته واحده، انت مقطعاه الورد عشان الكاس الكاب بتاعه بيبقى صغير. الجبير بتبقى المتر بتاعه بيبقى عريض شويه. وبرده ده على حسب اختيار العروسه، يعني في شكل تاني بس انا ما عرفتش اجيبه، بيبقى الكاس كله بقى الماس بس. نحط مثلا كريستاله في النص كبيره ملونه او ممكن احمر او اخضر، وحواليها بقى فصوص الماس، بيبقى شكله تحفه. تمام. هو ممكن نلاقيه في الصور بس انا ما جبتوش معايا النهارده. جميل. وهنا ده احنا كل ده لسه في حاجات العروسه صح؟ لسه بقى. وبوكيه ده الجيرب بقى بتاع الفرح. دي عروسه فرحها بكره بجد. الف مبروك. ايوه. اسمها ايه العروسه عشان نقول لها الف مبروك؟ اسير. الف مبروك يا اسير، ربنا يكملك على خير. ده الجيرب بتاعك اللي انت ان شاء الله بكره هتمسكيه باذن الله في الفرح بتاعك. ده توليب، ده طالع موضه جدا في 2017. هو هنا احنا بنستعمل ورد صناعي. ده صناعي، انا كل الورد صناعي. لانه ليه ميزه بقى تانية دلوقتي، يعني بيعيش. دلوقتي البوكيهات الصناعي والطبيعي تقريبا اسعارها واحده. صحيح. لا انا ليه هجيب بوكيه هيدبل في نفس اليوم بالليل وهرميه وفي الاخر هيدبل. الطبيعي الصناعي بيبقى نفس الشكل تقريبا والخامه مش مختلفه كتير. وبيعيش بقى على طول. حتى الفقره بتاعت الرمي دلوقتي يعني العروسه ما بتيجي طوحي براحتك بقى، مش هجرى له حاجه يعني. مش حكايه تطوحي، هم مش بيرموه على فكره. اوكي، بيسلموه دلوقتي. لا هم بيجيبوا بوكيه ورد طبيعي عادي جدا. مش لازم يبقى غالي، حتى اي ورد عادي بيستخدموه للفقره دي بس. تمام. وده بيفضل معاها في الزفه والتصوير وبتروح بيه. يعني العروسه اللي بعملها بيصعب عليها قوي انها ترمي البوكيه بصراحه. لا مش هرميه.
البتاع ده ينفع لاكتر من استعمال حقيقي، هو مش هيليق على الالوان بتاعتي. لا لا. احكي لي بقى ايه قصه الموضوع ده. هو ده طوق الورد ده طالع برضو الوصفات بقى اللي هم بيبقوا مع العروسه اصحابها او مامتها واخواتها بيبقوا لابسينه، بيبقى برضو حسب الفستان. يعني الوصفات مثلا لو لابسه فوشيا بندخل لون فوشيا في الطوق بتاع الورد. بيبقى بقى عدد، يعني هم اللي بيعملوه بيبقى عدد، بيبقى 6 8 10. هو حقيقي هي ضحى النهارده كانت ناويه ان هي تعمل لنا شغل ايد حاجه تانية. انا كان نفسي امنيه حياتي ان انا اشوفك وانتي بتعملي ده، اشوفك بتحطي الدانتيلا ازاي على الورد علشان اشوف بيركب ازاي هنا. هو الاخضر اللي جوه ده اصلا بيبقى شريط بيتباع، شريط اخضر اللي هو ده واللي تحت ده بيبقى سلك. تمام. سلك ليه تخن معين، مش في اصل بيبقى ليه احجام، في رفيع قوي ده ليه سمك معين. بنجيب بنلف عليه الاول الستراس الشريط الاخضر ده، والورد ده بيتجاب بيبقى طول كده اصلا بنقطعه. يعني الورد ده قصه برضه. بنقطعه بيتلزق بقى بطريقه معينه. انا ده عاملاه صفين، في واحده تانية تقول لي لا انا عايزاه رقيق قوي، عايزاه صف واحد. هو الورد بالدانتيل اصلا. فهمت. انا كنت فاكره الورد بنقدر قد ايه رقيق قد ايه. وذوقك في اختياره كمان جميل، وان انت تقفليها بالطريقه دي كمان حاجه في ده احنا بنسيبها بقى كده عشان حجم الراس. يعني حجم الراس دي حاجه ما اقدرش ان انا اتحكم فيها يعني. ممكن تعمليه طوق مفتوح كمان يعني. هو مفتوح هيتثبت بقى بدبابيس. لا بتسيبه مفتوح بتثبته بدبابيس، لكن ما نقدرش نسيبه مفتوح كده، لا ممكن يقع منه. تمام. نقدر نقول كده ان احنا النهارده خلصنا حاجات العريس والعروسه. وده كمان جرب تاني لون تاني. ده بتاع مامه العروسه بقى. مامه العروسه بجد. هي كمان مامه العروسه بقى لها بوكيه دلوقتي. اوكي. وبرده متقفل تحت بطريقه رقيقه قوي. بصوا معمول ازاي. افكار حقيقي مميزه جدا. يعني ممكن يكون المجهود اللي مبذول في حاجه زي كده مش كبير قوي، بس شياكه. المجهود بيبقى رهيب الحاجات دي في حاجه زي كده. حاجه زي كده عشان تقفليها ويطلع الفينش كده في الاخر. الفينش ده اصعب حاجه. صحيح. اصعب حاجه. مظبوط. يعني علبه الشبكه دي مثلا ممكن اقعد فيها 6 7 ساعات عشان تطلع بالشكل ده. لا، ما انا مش بتكلم على دول، انا قصدي على حاجه رقيقه كده. يعني مجرد ده بياخد من حوالي 3 أو 4 ساعات بس. انا عشان بيبقى عندي كذا حد بقى ما اقدرش ان انا اقعد اشتغل مره واحده. فاهمه؟ طبعا اكيد طبعا. بالذات عشان الحاجه تطلع مظبوطه في الاخر. تمام. انا عايزه اقفل موضوع العرايس عشان نخش بقى على الحاجات بتاعت الصينيه دي. ده ديزاين تاني مش اكتر يعني. ده ديزاين تاني. ممكن الكاميرا تجيبها، اللي هي محطوط فيها الكاسات. هي بنوري بس الديزاين التاني. هو بيني وبينك هو مختلف. هناك لو نلاحظ الالماس فيه كتير. الدانتيل اللي هنا غير هنا مختلف، وفي لولي اكتر منه. تمام. هنا اهو الحته دي. تمام. وهنا كمان شغل الالماس اللي هنا. لا حقيقي تسلم ايديكي جميل. طيب خليني اقفل موضوع العرايس. مبروك يا اسير. وادخل بقى معاكي على الحاجات الجميله بتاعت البيبيهات اللي محطوطه قد ايه هي في منتهى الجمال بالظبط كده. احكي لي بقى ايه دول. ده طقم البيبي، انا مسمياه الطقم الملكي. ده طقم الملكي. طقم الملكي لانه عليه تاج. عليه تاج كمان الماظ. ده بيلبسوا بقى في حفلات العقيقه او السبوع. وده كمان عاملينه اللي يلبس لغايه 3 شهور، بحيث لو مامته حبت انها تلبسه له وهو خارج بعد كده في مناسبه في حاجه. يعني ده مثلا ده بتاع البيبي اسمه سليم. ده عملناه باسم البيبي اهو. عملتي عليه اسمه. عملنا باسم البيبي. تمام. نكتب الاسم. قد ايه رقيق. الخامه طبعا بتاعته اهم حاجه، الخامه بتاعته قطن بيور. دي طبعا اهم حاجه. اهم حاجه عشان البيبي. تمام. دي الطاقيه بقى بتاعته. دي الطاقيه اهي. كده تبقى الطاقيه فوق. والشوز بقى كمان عملنا له شوز الاستاذ. الطقم كامل على بعض. خليهم في ايدك برضه كله بالالماس. خليهم في ايدك. دلوقتي كده مشاهدينا شافوا معانا الحاجات دي. غريبه شويه ان بيبي يتحط له الماظ، بس هي فكره البيبي الملكي جديده. دي فكره لطيفه جدا. ناس كتير بصراحه لما انا نزلته حبت الطقم جدا. يعني من اكتر الحاجات اللي بتطلب مني دلوقتي. اكيد طبعا. اكتر يمكن من شغل الافراح. انا لسه كنت هقول لك هتلاقي ده عليه طلب فظيع بصراحه. طيب خلينا بقى السؤال اللي كل حد ممكن يساله لنا دلوقتي، هو سعر حاجه زي كده ممكن تعمل كام؟ متوسط قولي عادي. لا متوسط يعني عادي من 200 ل 300 مثلا الحاجات دي، لان في حاجات زي دي فيها يعني التاج ده تعبني قوي عقبال ما عملته. طبعا تعبنا جدا. طبعا. تمام. لا تسلم ايديكي. وهنا لو نلاحظ هنا في ده بتاع بنوته بقى. بنوته. ده اللون البينك بقى. ده تاج مختلف على فكره، رسم التاج مختلف غير التاج التاني. ده كبير شويه.
مش كبير شويه يعني، هو له الشكل بس حته من فوق اللوب زياده. لوب بس حته من فوق كده. تمام. بس دي مامتها كانت طالباه سيمبل جدا، ما فيهوش اي حاجه، مش عايزه فيه الماظ، مش يعني حتى الطاقيه طلبتها سيمبل قوي. ما هو بس فعلا جاست ان احنا حطينا ما فيهوش غير ده، التاج مفيهوش غير وخلاص التاج ده على بس. كده. بالظبط كده. هي فكره التاج دي فكره انيقه بصراحه، يعني البيبي الملكي. تحسيها شيك كده، مش البدل بقى بتاعت زمان المبهرجه الذهبي فضي. ما انا مش عارفه الحاجات دي بتستفزني قوي، بحب الحاجه الهاديه. انا موافقاكي، وحتى لو كانت في وقتها موضه، فهي خلاص ما بقتش دلوقتي، وما بقاش ينفع ان حد بالظبط كده يلبسها. زي الغربال بالظبط، نفس القصه. لسه جايه لك برده. لا ده انا عايزاكي بقى تحكي لي على موضوع الغربال الاول. انتوا شايفين هنا هي الفكره كلها بالنسبه لك ان هنا على فكره الموضوع صعب، يعني هي حاطه ستان في الاول تحت، بقيسه على مقاس التاج من تحت، وعليه وبعدين مقصوص على التاج علشان ما يبقاش فيه رايش. التاج ده كمان بيجي لنا مش كده، ده انا بفرغه، يعني انت الحاجات اللي جوايا دي كلها انا بفرغها. تمام. بيبقى هو حته واحده انا بفرغ بقى منه على كل ده متفرغ، كل ده متقطع عليه. يعني مجهود كبير فعلا. برده ملزوق بنفس اللزق اللي قلت لك عليه، بحيث ان ده ممكن يدخل عادي الغساله ويتخرج بيه تاني، يعني انا بعمل حاجه مش استعمال مره وخلاص. مفهوم. تمام. جميل. قصه الغربال بقى، الغربال دايما الحاجات الكبيره بيبقى فيها شغل كتير، والحاجات الصغيره كمان، بس يعني الكبير بياخد مجهود اكبر. الله، قد ايه شكله جميل ورقيق. هو كمان انا بعمله احجامه كبيره كمان قوي، يعني انا مش بعمل غربال اللي هو العادي ده. انا بعمله احجامه كبيره، يكفيه كده لما يبقى 3 4 سنين. ممكن يبقى سرير في بعض الاحيان. هو فكره بيقضي معاه الاول تاني شهر كمان. في ناس تقول لي انا بفضل حاطاه في مثلا في الريسبشن بره، لو حد جه يزورني اجيب البيبي انيمه فيه. ده كده متبطن صح؟ متبطن فايبر، هو طري جدا من جوه، يعني مجرد ما البيبي يقعد فيه بينزل بينزل على تحت. تمام. وبرده نفس الشغل. انت بتجيبي الطاره ده بقى بيبقى معمول، ده بيبقى اصلا خشب ده. يعني انا مش عارفه ممكن تلفيه. لا، ده بيبقى من تحت خشب، اسطوانه خشب. تمام. انا بقى ببطنها من فوق لتحت، بحط جواها فايبر الاول وشد عليها قماش من تحت. بصوا هو ليه ده بياخد كل ده خشب جدا. كل ده خشب، وهنا مبطناه من تحت، متبطن من تحت، ومبطناه من فوق كمان، وبعد كده ركبت عليه الزواق اللي فوق في الجنب. وبعدين ده بقى وهنا حاجه فايبر برضه، فايبر وسفنج. الفكره انا والفينشنج بتاعه كويس، يعني بصوا الظهر مش تحت بقى هلف الاقي خشب وبتاع، لا ده الدنيا اخر. انا بقول لك انا بهتم قوي بالفينش عشان برضه الواحد يعني. ده بقى الغربال بتاعه، الهون بتاعه، الهون اللي هو نفس ده الشغل برضه. نفس الشغل بتاعه. تمام. اللي هو ده. برضه لو حابه فكره الريشه دي التاني برضه هتلمع الالماظ وتنضف القماش عادي ويتشال. التسويق بتاعك على الفيسبوك، هل ده كفايه بالنسبه لك، ولا انت حاسه ان لا الاحتكاك الشخصي مع الناس وان الناس تشوف الحاجه بعينيها مش بس في صور بيفرق؟ هو حاليا انا عشان لسه ما عملتش ستور ليا، يعني انا امنيه حياتي ان انا اعمل جاليري او ستور فيه الشغل بتاعي ان الناس تيجي تتفرج. حاليا انا بشتغل من بيتي. فحته ان حد يجي يشوفه على الطبيعه، بصراحه بصي صعبة. انا بصور شغلي فيديو عموما. تمام. لما بنزله فيديو الناس بتشوفه واضح جدا. مش محتاجين ان هم يجوا يشوفوه. تمام. وبتكتبي الماتيريال بتاعه ايه؟ الماتيريال، واللي بيسالني طبعا كل واحده بتيجي تحجز بتكلم معاها في كل حاجه هي عايزه تعرفها، اسعار والماتيريال وكل حاجه. ممتاز. ممتاز. مبروك لكل العرايس، مبروك لكل اللي عندهم بيبي وعندهم اسبوع، مبروك لكل الناس اللي عندهم مناسبات. انا سعيده بوجودك معايا النهارده. انا اسعد. شرفتينا ونورتينا ضحى حسين، تسلم ايديكي. ويلا بينا بقى علشان نروح للشيف ندوق الاكل الجميل اللي هو عمله لنا قبل ما يبرد او هيسخنه، مش عارفه، هنشوف. الجو برد. يلا اتفضلي. جاي لك يا شيف ابراهيم. تنوروني. احكي لنا بقى عملت لنا ايه يا شيف؟ اتفضلي. عملنا النهارده الفراخ البروستد بالتتبيله بتاعتنا اللي هي عباره عن معلقتين زبادي ومعلقه صلصه بيست ومعلقه باربيكيو، صوص باربيكيو، معلقه صويا صوص، ملح، فلفل، كاري، كركم، بهارات فراخ، زعتر، بابريكا. جميل. سيبناها منقوعه فيها، المفروض ان احنا ننقعها لمده 4 ساعات. تمام. وبعد كده بدرناها بالدقيق وقليناها في الزيت، طلعت بالشكل الجميل ده. وانا مجملها بس بشويه صوص زبادي يعني عليه. وعملنا بطاطس الباربيكيو، صوص الباربيكيو عباره عن بطاطس مسلوقه، بصلايه قطعناها جوليان صغنن خالص مع فص ثوم،
خدناهم سوتيه على النار، بعد كده نزلنا بصوص الباربيكيو ولفينا فيه البطاطس وتبلناها بالملح والفلفل ونقدمها بالهنا والشفا دي. تمام، تسلم ايديك يا شيف. ندوق على طول، ندوق على طول، ندوق ضيفتنا. ولو عندك صوص من اللي حطيته للفراخ علشان نغمس فيه فيا ريت يطلع معانا. انا بشكر ضيفتي استاذه ضحى حسين على وجودها معايا النهارده، شرفتينا. وبشكر شيف ابراهيم ملك المطبخ على الاكلات الجميله اللي بيقدمها لنا دايما في برنامجنا الايدي الناعمه. تسلم ايديك يا شيف ابراهيم. انا بشكر حضرتك وبشكر الساده المشاهدين، ونشوفهم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. اللي يحب ان هو يتابع حلقتنا مره ثانيه يتابعها على صفحتنا الايدي الناعمه او على صفحه مطبخ الشيف ابراهيم. اشوفكم على خير ان شاء الله.